طيح عليك اختي واحد السر وواحد القبول وواحد اش نقول لك، واحد التكبيره واعره بزاف. اللي شافتك واللي شافك غتحمقيهم اختي. سوا اختي تجيبي مع من داك المناسبه شي خاطب يجي يخطبك، ولا اختي تعجبي شي سيده وتخطبك لولدها. انت اختي ما مشاش لمناسبه فالصه، واحد البنت غنعاودها لكم وعاودتها ليا وتا انا وقلت لها واش نشارك مع المتتبعات، قالت لي شاركي اختي مع المتتبعات. قالت انا اكبر معكازه وفنيانه وجايه واحد المناسبه عائليه وفيها غير شكون وشكون. قلت علاش انا اختي ما يكونش زهري من داك العرس انا وطيح ليا السر والبهاء ونبان زوينه وتا انا يا اما يشوفني شي حد يخطبني ولا تشوفني شي سيده وتخطبني ولد. علاش لا؟ قالت مشيت خسرت في التكشيطه زباله ديال الفلوس، نبتها بالعقيق طرزتها ونبتها وجات هي هذيك ديك التكشيطه. كتقول بستها ما طاح عليا سر لا ملح، بحال لابسها غير راجل لبسات اختي بانت عليها ولكن انا بانت عليا ما فيها ما يتشاف. لا ياك التكشيطه زوينه وانت تبارك الله زويونه، تصاورات كشتهم زوينه، لا فين كاين المشكل؟ قالت لي المشكل في الصدر اللي ما عندي، صدري تقرصي عليه الخبز وصيفطيه للفران. اما اختي عندها الصدر بانت عليها زوينه، انا بانت بحال راجل لابس تكشيطه. قالت لي وليني سري كنشوف الوصفات وما كنديرهمش. قلت لها راه العكز اللي قلت لكم هي البنات، العكز كتبقاي تشوفي غدا ندير بعد غدا ندير، ولا كتشوفي فلانه وكتبقاي تفقسي وانت كتزيدي تكرمي. نوضيت انت تهلاي في راسك، انا ندير وصفه، نتهلا في شعري، ندير ماسكات الوجه، نتهلا في راسي. اختي السر والقبول كيجي من عند الله، وتكوني انت شخصيتك قويه ومهليه في راسك تيطيح عليك السر اختي غير هكاك. حيدوا غير العكز وتهلاو في راسكم. الكبيده ديري الوصفه اللي جبت لكم اليوم وعطيتها لهاد المتتبعه سريعه اسبوع، الا ما دازش الصدر ديالك في اسبوع رجعي قولي يا ايمان كذبتي. وصفه ليليه لايقه حتى النساء اللي رضعوا طاح الصدر ديالهم. بزاف الناس كتقول لك وليت كنحشم قدام راجلي رضعت وفطمت وصدري ولا بحال شي مرا كبيره طرهل وطاح. هاد الوصفه كتكبر الصدر في اسبوع، كتشد وكترفع الصدر كيرجع شباب بحال ما عمرك ما رضعتي. سهله وبسيطه واقتصاديه ومره واحده في اليوم. ولكن اختي حيدي العكز، حيدي ديك العكفه، نوضي تهلاي في راسك، لبسي وقادي وقادي لي وصفه وانت كلك طاقه ايجابيه. وردي لي اختي الخبار الا ما عطاتكش الوصفه النتيجه قولي لي يا ايمان كذبتي. الكبيده ديالي ما كاين غير الحماس والطاقه الايجابيه والنشاط اختي. اهلا وسهلا ومرحبا بك احلى كبيدات، احلى غزالات الغاليات على قلبي. كدايرين لاباس عليكم؟ كتمسكنوا كاملين على خير وانتم كتشوفوا في الفيديو ديال اليوم ودائما ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بالبنات القدام، مرحبا بالبنات الجداد، ومرحبا بالبنات اللي اول مره كيشوفوا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا على اختكم ايمان، توحشتكم بزاف يا الغاليات على قلبي وكنموت عليكم انا يا احلى متتبعات في العالم. الكبيدات ديالي نفضي العجز، حيدي اختي منك ديك الكسل ونوضي ديري هاد الوصفه، راها واعره انها كتكبر الصدر في مده قصيره بزاف. وصفات لي المكونات اللي بساط ومتوفرين في اي مكان كنتي وتعطي نتيجه سريعه. اختي كيف قلت لك السر والقبول كيجيو من انك تكوني مهليه في راسك. ثانيا اختي كيفاش انت كتعاملي، كيفاش انت تكوني رزينه وبعقلك اختي الناس يحبوك. وحيدوا الكبيده ديالي العكز، نوضوا تهلاو في راسكم باش تكون عندكم الثقه في النفس عاليه. بقاي دايره ديك العكفه ومفقوسه وكتخمي دوش عكزه تنوضي دوشي. انا نوضي تهلاي في راسك اختي. يلا الكبيده ديالي دخلوا المكونات دوسه قبل من هادشي كامل. راه كنوعيك اختي، كنحمسك، عاد نعطيك اختي الوصفه باش منين ديريها وانت كلك طاقه ايجابيه تصدق عليك. ما تنسينيش اختي، حمسيني باللايكات ديالك بالبارطاج ديالكم. الكبيرات اول مره كتشوفوا قناتي مرحبا بكم عند اختكم، تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يبداكم كل جديد. يلا اختي ندخلوا المكونات الوصفه. 3 اللي بساط ساهلين وغير ليليه. وعندي هاد الزويته هذه اللي غنوريك طريقتها. عندنا البنات الوصفه كتستعملها مره واحده في اليوم، ما كاينش لاش تعكزي، ونوريك حتى طريقتها ان شاء الله في رمضان. المهم المكونات اللي عندنا الصوجه البنات اللي تتحمريها وكتطحنيها، الصوجه او فول الصويا. الصوجه الكبيده ديالي كتحمروها يذهب اللون ديالها وكطحنيها وكديريها في قرعه الزاج وكتسدي عليها وما ما تطحنيش بزاف، يعني ما تحمريش بزاف وما تطحنيش بزاف، يعني نحمر ونطحن واحد الكميه ديري 3 ايام حتى 4 ايام ونعاود نصايب وحده اخرى. ساهله اختي، مالا ملي تكوني دايره شي حاجه في الفران حطيها معاها، ها انت خرجتيها ساهله بسيطه باش نبقى محافظه على الزيوت الطياره ديالها اللي كيساعدوا في هذه الوصفه. حيت الا درتي الصوجه وخليتيها واحد المده بردات ومشى الجهد ديالها، يعني غنحمرها غير المكونات ديال واحد 3 ايام حتى ل 4 ايام وتكون قرعه الزاج وكتسد مزيان.
يعني نصهدها، يعني تحمر الوين ديالي يتحمر، نطحنها نديرها في قرعه الزاج ونسد عليها. ثاني مكون الزجلان اللي تا هو كتحمرو، الزجلان او السمسمه الكبيده ديالي كنحمرو تا هو حتى ضروري كيتنقى كيتحمر وكيتطحن. اختي واخت السفاده كلشي موجود عندكم في الدار. اختي هزي من هنا ومن هنا وقادي وصفه الزجلان البنات دابا راه كايضا فيها الزجلان، حمريه اختي وطحنيه. عندنا البنات حبه حلاوه او اليانسون صديقه النساء اللي البنات كتكبر الصدر في مده. شي الا بغيتي وصفه ديال الصدر وتكبير الصدر في مده قصيره خاص يكون داخل فيها حبه حلاوه. غير هاد المره هاد الوصفه راها اكثر من حبه حلاوه بوحديتها، يعني باش تبان ليا نتيجه سريعه بالنسبه للبنات اللي بغاو نتيجه سريعه. عندنا حبه حلاوه او اليانسون. غتلبسي جلابه نهار العيد ما تبقايش اختي مع نقلب البونج نديري صايبه الوصفه من دابا باش تهني من البونج وتلبسي الجلابه وانت مرتاحه. المهم الكبيدات ديالي كنحمسك اختي. عندنا الزلجلان كنحمرو كنطحنو كنخليه في قريعه بوحدو. عندي حبه حلاوه اللي كنحمرها وكنطحنها وكنخليها في قريعه بوحديتها والصوجه حتى هي تبقى بوحديتها. تلينا وتفاهمنا فاش غنصايب الوصفه وفوقاش غنشرب الوصفه. غنهضروا بعدا على الزيت البنات باش نوريكم امتى تشربي الوصفه امتى ديري مساجك. المساج البنات علاش المساج مع الوصفه. هنا البنات الصدر كيبقى واحد المده هو متقلص وصغير. فاش كتشربي الوصفه وما لينتيش ديك البلاصه كتعطي خصك واحد المده باش تبان لك النتيجه. انتي غادي توجدي الوصفه فين دير خدمتها، ماشي الوصفه تبقى دابز مع ديك البلاصه باش عاد تبان لك النتيجه. انتي غتهيئي ديك المنطقه باش تبان فيها النتيجه بالزربه. يعني انتي كتهيئي ديك المنطقه باش تبان فيها النتيجه بالزربه. عندكم الزيت ديال السمسم وديال الصوجه. دابا راه ولاو كيعصروا الزيوت قدامكم. تقولي لي اختي ديك القريعه خلطها لي ما بين الصوجه والزجلان. اللي غتقول لي ايمان واش ندير الحلبه، ممنوع من هنا تنقولها لك. ما تجيش عندي في الكومونتاج تقولي لي ايمان راه عندي زيت الحلبه، راه صعيب على الصدر. اختي كنخاف عليك، راه فيا ما يقول لك سيري ديري زيت الحلبه، ولكن اختي كنخاف عليك. كي كنخاف على راسي نخاف عليك الكبيده ديالي. الصوجه والزجلان صايبيهم قطريهم قدام عينيك. بغيتي تشري زيت الزجاج بوحدو وتشري زيت الصوجه بوحديتها، شري كل حاجه بوحديتها. بغيتي تشري موجدين يعني من الفارماسيين يعني ولا شي عطار موثوق منه شريوهم منه باش كتعرفيهم 100% راهم. بغيتي تصايبيهم غير في الدار ويتقاموا عليك اختي الخاص راني مشاركاهم معكم في الوصفه. مشاركه معكم في واحد الفيديو غنقلب على الفيديو نحطو لكم في اول تعليق. صايبيهم غير في الدار يتقاموا عليك اختي الخاص. المهم باش ما نطولش عليك الصوجه والزيت حيت هاد الوصفه كتليق حتى الصدر المترهل كترفعو وتتهزو. المهم البنات فوقاش غناخد الوصفه ديالي ديرو تالي في الليل. ساليتي اختي الشقه تعشيتي ما بقيتيش تبقاي هازه تليفونك غتكوني صافي غادي تدخلي تناسي ديري اختي دودو غتناسي ساليتي غادي ديري ماساج للصدر ديالك. غديري ماساج للصدر ديالك تقريبا 11 ديال الدقائق حتى لربع ساعه بشويه اختي على الصدر ديالك حساس. ماسيه مزيان الزيت كتزيد انها كتلين ديك البلاصه وكتنفخ حتى الصدر. ولكن باش نحصل على نتيجه سريعه خصني نزيد المشروب. كديروا مساج مزيان واحد 5 دقائق 3 دقائق حتى 5 ديال الدقائق. موراها شنو غديري؟ كاس ديال الحليب اللي كيكون دافي ماشي بارد، كاس ديال الحليب اللي دافي كندير فيه معلقه الزجلان معلقه الصوجه ومعلقه حبه حلاوه كتحركيهم. بغيتي شويه المذاق كتزيدي عليهم معلقه ديال العسل فقط، معلقه ديال العسل الا بغيتو الحلاوه. يمشي ليا كبيده ديالي الضو كنزهق. المهم سمحوا لي. المهم كديروا كويس ديال الحليب هكا قياس الكاس العنبه ولا الكاس اللي كتشربوا فيه الماء كديروا فيه 3 ديال كاس ديال الحليب. كديروا فيه معلقه الصوجه معلقه الزرجان معلقه حبه حلاوه كتحركيهم. من بعد ما كديري المساج كتوجدي الكويس ديالك ديال الحليب فيه مكونات كتشربيه وسير اختي تسبحي على خير. يوميا كل ليله غديري هاد العمليه هادي. سيمانه غيبدا يبان لك الفرق في الصدر ديالك. 15 يوم راه هادوك قلت لك حمالات الصدر لي سوسيان ديالك ما يبقاوش يجيو قدام. راه تبعتي 15 يوم راه غيولي صدرك غايفيض اختي. حتى 20 يوم راه تنساي نهائيا يعني شي حاجه سميتها البونج. حتى النساء اللي رضعوا طرا لهم الصدر ديالهم فطموا وطاح لهم الصدر ديالهم راه غترد لهم الصدر ديالهم بحال ما رضعوش. في الايام د رمضان تتسحري بالتالي وقت اللي غتمشي تنعسي راه زوينه غتشد عليك حتى في الصيام ديالك.
غديريها بنفس الطريقه. اخر حاجه غديروها في الايام رمضان، اخر حاجه غديروها عاد اختي تمشيو تنعسوا. تبعيها، الا ما تزادش الصدر ديالك تقولي يا ايمان انت كذابه كذابه، ولكن تبعي ليا بهذه الطريقه، ما تنقصي ما تزيدي. لا نقصتي وزدتي ما تقوليش يا اختي كذابه، نقول لك انت اللي كسوله وما تبعتيهاش ومعكازه وفنيانه، ما تبعتيهاش يوميا وما درتيهاش بالطريقه الصحيحه اللي عطيتك. اما لا تبعتيها بهذه الطريقه اللي غنعطيك نطبع عليك عليها اختي حتى تعطيك نتيجه. وحيدي العكس ونوضي اختي تقدي ليا الانوثه. الكبيدات ديالي ما تنساوليش اختي اللايكات ديالكم بالبارطاج ديالكم. كبيدات اول مره كتشوفوا قناتي مرحبا بكم عند اختكم، تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يبداكم كل جديد. الكبيدات ديالي والغزالات ديالي ما كنسخاش بكم كالعاده. شفتكم على خير ولا نشوفكم على خير اوجه الخير.